في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن العلاقات وقد ايه ان هي ممكن تكون مستنزفه وقد ايه ان هي ممكن تكون واحده من اهم بوابات التشافي. احنا بنتشافى بالعلاقات وكمان بنستنزف من العلاقات. النهارده جاي اكلمكم عن موضوع مهم جدا ليه علاقه بالتحصين الطاقي. التحصين مش معناه ان احنا بنبخر ونحط رموز وطقوس وحاجات دينيه خالص. التحصين معناه انه بمنتهى البساطه بتقفل على حاجاتك المهمه، زي ما بالظبط كده بتخرج من البيت ما بتسيبش الباب مفتوح، بتقفل وراك وكمان بتقفل بالمفتاح لو مسافر. ده معناه انه التحصيل هو حمايه لحدودك، هو حمايه للمكان اللي انت عايش جواه، ومفيش اهم من جسمك ونفسك تعمل لهم حمايه وتحصين، خصوصا لما نكون عايشين في عالم لا يخفى علينا يعني ان هو مليان ضغوطات وتاثيرات سلبيه وناس ممكن تكون مزعجه او منزعجه. فبالتالي مهم جدا ان احنا نحافظ على كياننا، نحافظ على اتزاننا، نحافظ على طاقتنا، وخصوصا انها هي الحمايه لجسمنا ولكل مكوناتنا الداخليه. خلينا نتفق مع بعض ان التحصين هو درع واقي للنفس والجسد، وده مش معناه خالص الانعزال، ده بس معناه انك تحط فلتر عشان يمنع دخول السلبيات دي جواك. السلبيات دي سهل جدا تدخل جواك من معتقدات، من مشاعر، وكلنا بنلقطها. احنا اتفقنا ان احنا جسم ترددي بنستقبل عادي، فمهم جدا تبقى عارف ايه اللي انت بتستقبله. ولانك مش دايما منتبه فدايما لازم تخلي بالك انك محصن جسمك، محصن نفسك من اي طاقه ممكن تدخلها. نظام الحمايه ده عامل زي الانتي فيروس كده في الكمبيوتر، هو بيشتغل في الخلفيه طول الوقت، انت شغال وبتتحرك وبتتعامل وبتتواصل، ولكن نظام الحمايه بتاعك لازم يكون فعال باستمرار. لما النفس بتاعتك تكون محصنه بتكون اهدى، بتكون اقل عرضه للقلق، بس كمان بتكون مركزه اكتر، بتنتبه امتى بدات تستنزف طاقيا فتفعل اجهزه الانذار الداخلي وتبدا تقفل على نفسها. ربنا دايما بقى في القرآن والنبي في السنة والسير النبوية دايما بيأكد لنا على معنى الحماية والحفاظ، وده هو في الحقيقة معنى التحصين الحقيقي. ربنا في القرآن بيقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يبقى معنى كده إنه في دور لازم ما نغفلش عنه في حياتنا وهو الحفاظ، وربنا بيقول لك بقى إنه أنت تحافظ وهو سبحانه وتعالى خير الحافظين وأرحم الراحمين. ما ننساش طبعا انه الاوراد اللي النبي كان دايما بيقولها في الليل والنهار كان بيستعين بالله سبحانه وتعالى عشان يحافظ عليه. فكان دايما يدعي ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الاذكار دي مش مجرد كلمات، ده اقوى درع تقدر تحمي بيه نفسك من اي طاقه سلبيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما كمان بيحافظ على ذكر بيقول فيه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تخيل، شايفين الحمايه، شايفين التحصين بيستدعي قوه الله سبحانه وتعالى ويستدعي كلمات الله سبحانه وتعالى عشان تحفظه من شر كل الخلق، وكل الخلق مش بس اللي بنشوفه، كمان اللي مش بنشوفه. الاذكار دي مش مجرد كلمات، دي اقوى درع نقدر نحمي بيه نفسنا وجسمنا من اي طاقه خارجيه ممكن تستنزفنا ويكون ليها اثر سلبي علينا. زي ما تعودنا مع كل فيديو هناخد التمرين بتاعه. التمرين بتاعنا هتقعد برضو فيه في مكان هادي، تحافظ على ترددات منخفضة بانك تاخد نفس عميق وتستشعر سريان النفس جوه جسمك، وخرج الزفير لأطول مدة ممكن. حس بجسمك بحدوده، حس كمان بالهالة اللي محوطاك. تخيل وانت في الحالة دي ان في نور بينزل من السماء يحوطك ويحافظ عليك. خد نفس، مع كل شهيق تخيل النور بيكبر وبيتوسع. خد نفس، مع كل زفير تخيل النور بيزداد قوة وتماسك لحد ما يكون حواليك درع قوي بيحميك من أي استنزاف أو استغلال على مستوى الطاقة. خد نفس عميق، وانت بتخرج الزفير قول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خلي نيتك أن تستعين بكلمات الله من أجل الحفاظ على نفسك وطاقتك. استشعر الحماية والحفظ من ربنا ليك، وخد نفس عميق وارجع لي.
حافظ دايما على انك تعمل التمرين ده في اول يومك. اول ما تطلع من البيت وتبدا تواجه البشر اللي في الشارع، حاول تكون دايما محصن بالتمرين ده. لاحظ بقى بعد ما تعمله ازاي بتتعامل مع الناس بمنتهى المرونه. ولاحظ دايما انك مركز على طاقتك ومركز على جسمك، وقادر تتعامل معاهم من غير ما يكون في اي اثر سلبي بينك وبينهم. التحصين اليومي ده زي الوقايه، زي التطعيم. هو بصراحه، هو بالرغم من انه مهم، هو حتى لو هياخد منك دقيقتين 3 قبل ما تنزل، الا انه هيكون اهون بكتير من انك تعيش اليوم كله وانت طاقتك مستنزفه ومش قادر تتحرك. التحصين الطاقي مش رفاهيه، التحصين الطاقي ضروره عشان نحافظ على صفاء نفسنا وسط الضغوطات اليوميه اللي احنا بنعيشها.